بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشوف المنتخب السعودي في عملية التحول من الهجوم إلى الدفاع. يعني المنتخب السعودي لما يكون هاجم مثل ما نشوف الآن، المنتخب السعودي في حالة هجوم راح نشوف المشاكل اللي يعاني من عندها الوضع الدفاعي بصورة عامة للمنتخب السعودي من الانتقال في عملية الانتقال من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. وراح نشوف المنتخب السعودي عنده نوع من عدم التوازن في عملية التحول من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية. يعني اللاعبين راح نشوف هسه بعض الهجمات لما يكون الفريق السعودي منتشر ومهاجر وواصل إلى ملعب الفريق المنافس، خصوصا الكرات اللي تكون في ملعب الفريق المنافس ويفقدها الفريق السعودي مثل هاي الكرة، راح نشوف أنه هناك عدم توازن. يعني بعض الأحيان بعض الهجمات راح نشوف 3-4 لاعبين مقابل 2 أو 3 من المنتخب السعودي، وبالتالي سهولة تسجيل أو خلق فرصة تسجيل على المنتخب السعودي. وراح نشوف أكثر من حالة تتكرر بهاي الناحية. شوف الآن المنتخب السعودي في حالة هجوم، فقد الكرة، اللاعبين لا يزالون في الوضع الهجومي بالرغم من خسارة المنتخب السعودي للكرة، لكن عدم تراجع اللاعبين الى المناطق الدفاعيه، الى غلق المناطق امام الفريق المنافس. شوف بسهوله الفريق المنافس يقدر يوصل الى ملعب المنتخب السعودي او الدفاعي وخلق فرص وتسجيل. شوف مثل هاي الحاله هنا المنتخب السعودي فقد الكره، شوف مجرد تمريره واحده خلف لاعبي المنتخب السعودي، الان عندنا اكثر من 6-7 لاعبين خارج اللعب، وبالتالي وصلت الكرة خلفهم. إذن وصارت مواجهة ما بين الآن 4 لاعبين ضد 3 من المنتخب السعودي. لذلك يجب أن تكون حالة توازن عند الحالة الهجومية للمنتخب السعودي. لما يكون الفريق السعودي هاجم يجب أن تكون حالة أنه اللاعبين متهيئين في أي وقت أن تفقد الكرة، متهيئ أنه تكون تنتقل إلى الحالة الدفاعية بشكل سريع وتغلق المساحات وتعود الى مناطقك بشكل سريع. شوف نفس الحاله الان المنتخب السعودي فقد الكره، شوف عندنا 3 لاعبين ضد قلبي الدفاع، وبالتالي هذه مشكله كبيره. يجب ان اللاعبين انه يعرفون انه في حاله فقدان الكره يجب ان تكون هناك واجبات محدده في غلق المناطق لعدم ان تصل الكره للفريق المنافس بهذا الشكل. وهذا هدف لمنتخب بلجيكا من خلال هجمه مرتده وتحول الفريق السعودي من الهجوم للدفاع بشكل بطيء وعدم اخذ المساحات. شوف هنا بتمريره واحده اصبح الفريق السعودي بمدافعين 2 ومهاجمين 3، وتكررت هذه الحاله اكثر من مره في المباراه الوديه المنتخب السعودي ضد بلجيكا وايضا ضد اوكرانيا. مجموعه من اللقطات ان شاء الله راح نشوفها بعد هذه اللقطات اللي توضح انه عدم التوازن او عدم وجود. شوف المساحات الفارغه، شوف الملعب، شوف التمرير مره ثانيه وجود لاعبين ضد لاعبين للمنتخب البلجيكي ضد المنتخب السعودي. لذلك يجب ان يكون هناك توازن في حاله فقدان الكره للمنتخب السعودي عندما ينتقل من الحاله الهجوميه الى الحاله الدفاعيه. يجب ان تكون هناك واجبات، مناطق يجب ان تغلق. شوف هنا مجرد المنتخب السعودي فقد الكره الملعب اصبح فارغ للمنتخب. الان شوف 3 لاعبين ضد 3 مدافعين، في اي تمريره لاي لاعب خلف المدافعين او بالفراغ راح تسبب مشاكل وتسبب خطوره وسببت اهداف للمنتخب البلجيكي، والان بعض الفرص الخطره للمنتخب الاوكراني. شوف نفس الحاله المنتخب السعودي هاجم فقد الكره، شوف الان تحول سريع للمنتخب الاوكراني في 4 لاعبين او 5 لاعبين ضد 3 لاعبين من المنتخب السعودي، وفرص خطره على المنتخب السعودي بهذا الشكل. اذن التحول من الهجوم الى الدفاع يجب ان يعاد النظر بكيف ان ندافع، على اساس انه عندما نفقد الكره يجب ان تكون هناك امور وواجبات معينه. شوف هنا مجرد تمريره واحده قدر المنتخب الاوكراني ان يصير بحاله هجوم سريع ب3 لاعبين بزياده عدديه ضد دفاع المنتخب السعودي. اذا هذا فيديو عن التحول من الهجوم الى الدفاع وبنوع من عدم التوازن. ان شاء الله تكون الصوره واضحه في هذا الفيديو، وتمنياتي بالتوفيق للمنتخب السعودي في كأس العالم. المدرب والمحلل الفني فراس حازم الشيخلي.